والله من الحاجات اللي بتضايقني جدا جدا حد يقول لي يا مس يا مس يا مس يا مس يا مس، معنى الكلمه دي ايه؟ اقول له فين النص اللي مكتوبه فيه الكلمه؟ ايه يا مس بقى مش عارفه اترجمها. هديكم مثال او كذا مثال كده عن الكلمه الواحده ممكن معناها يختلف اكتر من معنى كمان بناء على النص بس اللي هي محطوطه فيه ايه. تمام؟ فمش حاجه اسمها معنى الكلمه دي كده بس، انت بتحفظ الكلمه بمعناها ده في الجمله دي او حسب حرف الجر اللي معاها عامل ازاي، ايه الكونتكست النص اللي هي محطوطه فيه عشان تديك المعنى ده. طيب تعالوا نشوف مثلا مثال كلمه كورت. كورت COURT كله مثلا حافظه كورت يعني محكمه. طب ما ممكن تيجي بمعنى كورت اللي هو بمعنى الحرم الجامعي، ممكن تيجي بمعنى البلاط الملكي، ممكن تيجي بمعنى الفناء، ممكن تيجي verb ملوش دعوه بالاسماء خالص بمعنى flirt اللي هو يغازل. تمام؟ to court equal to flirt. تمام؟ طيب تعال نشوف مثال كمان كلمه get. حافظين get معناها يحصل على، طبعا غلط. get ممكن يحصل على، ماشي، ده معنى من 100 معنى تاني. ممكن تيجي بمعنى get معناه يشتري، ممكن تيجي بمعنى لو حطينا بعدها preposition to تبقى get to معناها يصل الى، لو حطينا بعدها preposition up هيبقى معناها هنا get up يستيقظ. فهنا برضو معنى كلمة get اختلف بناء على الايه، النص اللي هي محطوطة فيه ايه. مثال ثالث have. حافظين have معناها يملك. have ممكن تتحط بمليون معنى تاني. have لو جت مع حاجات positions هتبقى معناها يملك، ماشي. طب have a party هل معناها هنا يملك الحفلة؟ لا، معناها يحتفل. طب have قبل الوجبات اللي هي breakfast lunch or dinner، في الحالة دي have breakfast معناها يملك الفطار؟ لا خالص، يبقى معناها هنا ايه؟ يفطر. تمام؟ 100 معنى تاني. انت لازم تبقى فاهم الكلمة دي محطوطة في انهي نص عشان بناء عليه تجيب المعنى صح. بلس كمان ان ما ينفعش برضو نترجم ترجمه حرفيا، اللي احنا خدنا ان في حاجه اسمها ايديومز وعملنا عليها كذا فيديو قبل كده. تمام؟ فممكن انا اترجم لك الكلمه دي وتطلع كانت جزء اصلا في ايديوم، يبقى مالهاش دعوه بالترجمه الليترالي الحرفيه خالص. تمام؟ فلازم وانت بتترجم بتقرا النص كله على بعضه وبناء عليه بتفهم معنى الكلمات اللي فيه ايه.